تدري مرقد الإمام موسى بن جعفر والإمام محمد الجواد تم حرقه وتدميره سابقا؟ واللي حرقوا الضريح الشريف لا وثنيين ولا غزاة ولا من غير دين أصلا، لا، ناس تدعي الإسلام ومن وسط بغداد بسنة 443 هجرية وبزمن الخلافة العباسية. كان اكو خليفة اسمه القائم بأمر الله بزمن الدولة البويهية، وبهاي الفترة بغداد كانت مشحونة بصراعات وجو طائفي بسبب الجرائم والمذابح الجماعية اللي صارت بحق العلويين. فمحبين أهل البيت بهاي الفترة رفعوا شعارات دينية على الأبراج وعلى الجدران مكتوب عليها محمد وعلي خير البشر. والمفروض هاي الجملة ما تزعل أي مسلم. هاي الجملة ضوجت مبغضين أهل البيت وطلبوا أن ترفع هاي الشعارات. مو بس هاي، لا عزيزي، وأن يرفع من الأذان حي على خير العمل. سبحان الله، نفس العقلية ونفس الطلبات تقريبا. وهنا أتباع آل البيت رفضوا هذا الشيء، فصار قتال ولعدة أيام وصارت خسائر بالأرواح. وتجمعوا أجداد أبو بكر البغدادي وتوجهوا للضريح الشريف. أي حبيبي لا تستغرب، ترى هم نفس الشيء بس الأسماء والتاريخ يختلفن. وهجموا على العتبة الكاظمية وسرقوا محتوياتها وهدموها وتم حرقها، ونبشوا بعض القبور وحاولوا نبش قبر الإمام بس فشلوا وما قدروا. هاي الحادثة ذاكرها ابن كثير وذاكريها هواي غيره. فلا تستغرب حبيبي، هو الفكر اللي يحرق الكعبة ويرميها بالمنجنيق. ايش تتوقع يحترم محمد وآل بيت عليهم السلام؟ والسلام عليك يا سيدي ومولاي موسى بن جعفر. واليوم كان هنا حادثة حرق الضريح وأودعناكم.